صباح السعادة بزيادة. أخباركم إيه؟ كل سنة وكل الأمهات طيبين، الأمهات الفاتنات العظيمات الجميلات، الصغيرات منهم والكبيرات. جبتوا إيه هدايا لأمهاتكم يا حبايبي يا حلوين؟ هتقولوا لي بقى والظروف والجوابات والدولار وما دولار. بقول لكم إيه، ده هو يوم في السنة، خلي عندكم شوية حلوين كده. وبعدين في يعني كل واحد ومزاجه يجيب اللي هو عايزه، بس تبعدوا عن طقم الكوبايات والطرح، خلاص اتبقبقنا. بصوا بقى، انا هديكم نصيحه نميسه. انا واحده من الناس ما بحبش الحاجات الكبيره ولا الضخمه ولا الهدايا المبالغ فيها ولا اي حاجه. انتوا عارفين العلب الصغنونه، في علب صغنونه قد كده قد كده، يعني لا ممكن تستخبى في جيب على فكره، ولا هتشيلوا شيله ولا تعملوا اي حاجه. علبه صغنونه قد كده من عند سايخ كده، جميله. وانتوا وضميركم بقى، يعني خاتم دهب ما يجراش، خاتم الماظ ما يجراش. طب بلاش العلبة الصغيرة، انا قلت اسهل عليكم الدنيا. حلق ماشي، جنيه دهب في الايام الصعبة دي للمستقبل ما يجراش حاجة. مفيش لا ده ولا ده. طب انا ما بحبش العلب المتوسطة، العلب بقى اللي فيها برام للمطبخ ده علشان كرشكوا انتوا. العلبة اللي فيها طقم مجات، احنا ما بنشربش في مجات. عارفين كوبايات ياسين الازاز؟ ما تعرفوهاش طبعا، احنا بنشرب في كوبايات ياسين الازاز. ملكوش دعوة احنا بنشرب ايه وبناكل ايه ولا بناكل في ايه. خلاص، عايزين علب ومش عايزين العلب الصغير، في علب كبيرة بقى. انا بحب العلب الكبيرة، غسالة اطباق علشان الولية يعني ما يجيلهاش دوالي، مايكروويف عشان حضرتك ما تبقاش طول بعرض كده وحضرتك ما شاء الله يعني تملي العين وتيجوا تصحوا الساعة 2 بالليل، ماما يسخنوا لنا الأكل يعني. ما معكوش خالص، عندكم ابوكم حبايبي، اتكلوا على الله، حوشوا بقى، اعملوا جمعية. والأمهات الفاتنات بقى اللي تقولك إني مش عايزة حاجة، لا أنت عايزة. وبطلي بقى تحطي نفسك في ديل أولويات الكرة الأرضية والكون، والكلام بتاع التضحيات بتاع التمثيليات والاغاني ده ما بياكلش عيش. ماما لازم يتعمل لها حساب، ماما لازم تكون ضمن الاولويات. طيب العيال صغيره ولسه بترضع، اللي جاب العيال يعني يعمل حسابه ان في حاجه اسمها ماما يعني ليها اولويات. طيب اللي لا ده ولا ده وبيحب الحاجات المعنوية اللطيفة بتاعة الوردة والحاجات دي، الورد جميل يا جماعة، بس أنا شخصيا مش بتاعة ورد، أنا بتاعة علب صغيرة. ما بحبش أنا الحاجات المعنوية اللطيفة دي، أبجني تعجبني ماشي. طيب بما إننا بقى دخلنا على المعنويات، ما إيه رأيكم تبقى هدية ماما انك تعامل ام الولاد كويس علشان الولاد يطلعوا يعاملوها كويس ويحترموها كويس. تبقى هدية ماما انك تتقي الله في مراتك وفي حبيبتك وفي خطيبتك او في البنت اللي بتعطف وتلطف عليها للمستقبل. تبقى هدية ماما اننا نتعلم ما نفصلش اولاد عن امهاتهم، اننا ما نعاقبش الامهات باننا ناخد العيال لو مختلفين على طلاق ولا على غضبان ولا على فلوس ولا على بتاع. هدية ماما اننا ما نهددش اي ام نقول لها لو عملتي كذا مش هتشوفي العيال، ولو انت واخد العيال خلي عندك دم ورجعهم لها. ولو في ام ابنها بيعمل كده خلي عندك دم، لانك ام وربنا هيحاسبك. واي ام ما تقفش وما توافقش على الغلط ابدا. اننا ناخد اطفال من امهاتهم ده تعذيب للامهات وتعذيب للاطفال، وربنا ما بيسيبش ابدا. اذا ما كانش معانا امكانية نجيب علب صغيرة ولا علب كبيرة، فعلى الاقل معانا امكانية اننا نقول شكرا، اننا نقول اننا مختلفين لكن هنحترم بعض، اننا نقول ان الولاد مش أداة للانتقام أبدا أبدا من بعض، أو إننا نهدد أم في أولادها، أو إننا ناخد من أم أولادها، لأن ده الحقيقة جريمة لا تقل عن القتل. حالة التعذيب اللي بتتعمل في الأمهات دي محتاجة وقفة من وزارة الداخلية، وقفة من النيابة العامة، وقفة من القضاء. انه ما ينفعش ابدا 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 يبقى معانا احكام وما نبقاش عارفين ننفذها، ولا نرجع امهات لاولادها ولا اولاد لامهاتهم. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده وبركه، وتتمتعوا بامهاتكم
وتردوا لهم الجميل بان انتوا تحترموا الامهات اللي معاكم، زوجاتكم، زوجات اخواتكم، زوجات اولادكم، زوجات يعني الناس اللي حواليكم. استوصوا بالنساء خير.